الريال يخسر كأس السوبر في السعودية أمام برشلونة 3-2. الحل في يد الإدارة أن تتعامل بشكل أفضل مع المدرب ومع اللاعبين. ألونسو المهدد دائما بالإقالة، مش عارف يعطي أحسن ما عنده، مش عارف يستخرج من اللاعبين أفضل أداء ممكن. تروح لناحية الثانية هانز فليك، رافينها قبل بارسا لا شيء، ديونج سنوات سيئة مع البارسا لكنه مع هانز فليك شيء ثاني. كل الفريق مع هانز فليك متحسن، بيعطي أفضل المستويات، وحتى الحارس اللي استقطبه بيلعب كأنه مع برشلونة سنوات. أما في الريال أداءات فردية، محاولات فردية، فينيسيوس بيحاول يتصرف، فينيسيوس في كورة تحسه أفضل لاعب في المباراة وفي كورة ثانية تحسه أسوأ لاعب في المباراة. أداء فردي ومجتهدات فقط تلعب عليها في مباراة كلاسيكو في نهائي سوبر أمام البارسا. التنظيم الجماعي، الأسلوب الجماعي غائب. بلينغهام قاعد يحاول لوحده، فينيسيوس يحاول لوحده، كل واحد في الريال يلعب لوحده. يجب أن يحسم أمر ألونسو ممكن مو جاهز إنه يدير فريق فيه نجوم. ألونسو ما هو زيدان. اللعيبة اللي تدخل غرفة الملابس وتشوف ألونسو مو زي لما تشوف زيدان. ألونسو يظل نجم كبير لكنه مو أسطوري زي زيدان. عادي واحد زي فينيسيوس أو إمبابي يكون شايف نفسه على ألونسو تصير. فبالتالي اليوم الريال ما هو قادر يخلق منظومة. برشلونة بيهزم كلهم بالمنظومة، بالفريق الجماعي. اليوم يامال ما كان أفضل شيء في المباراة لكن ظهر لك رافينيا، وفريق عارف إيش يبغى من المباراة، عارف متى يستحوذ ومتى يدافع. أما الريال تجارب، كل واحد بيجرب يجري، يجرب يراوغ، يجرب يشوت. ما في أسلوب جماعي في الريال يقدر يصنع من الريال فريق بطل يهاب الجميع. أنت دائما خايف من اسم الريال، وهذه مع الوقت إن استمرت هذه الأداءات ما في فريق راح يحترم فريق مش قادر يعطي. وفريق زي الريال بعز كريستيانو وبنزيما وغاريث بيل ومهجرت وعز نجوم الريال، ما كان فريق النجم الواحد، ما كان فريق بتهابه عشان إمبابي ولا فينيسيوس. الريال دائما قوي كمنظومة، كان بيعرف يتعامل مع خصومه، بيخشى منظومة الريال. حتى اللعيبة الكبار كانت أدوارهم واضحة، مودريتش وكروز وكازيميرو وكريستيانو بيل، كل واحد كانت أدواره واضحة في الريال. لم يكن الريال عمره فريق اللاعب الواحد، ما ينفع يكون الريال فريق إمبابي. أعتقد أصبح الوقت مناسب للبحث عن مدرب اسم يسوى إنه يدرب ريال مدريد، واحد يخلق منظومة. اليوم هانز فليك صنع برشلونة من العدم، كان فريق ممكن يكون زي اليونايتد أو الميلان، كان ممكن برشلونة يختفي، لكن مدرب زي هانز فليك عرف يبعث الفريق من جديد. والريال يحتاج مدرب مع الصرف المادي العالي جدا واستقطاب اللاعبين، يحتاج مدرب يجاري هذه الإمكانيات الموجودة، ومدرب يكون عارف يتعامل مع اللعيبة وهم يكونوا مؤمنين بأفكاره. ما هو مدرب يحاول دائما يتقرب من اللاعبين، يحاول يتقرب من الإدارة، خايف على الكرسي اللي هو جالس عليه. دائما ممكن أن يقال في أي وقت، هو دائما مرتبك بقراراته. اليوم راهن على أنه يلعب بلاعبين على الطرف الأيسر والطرف الأيمن خالي. الفكرة لم تنجح في أي وقت في المباراة، مع ذلك استمرت لآخر المباراة حتى تغير فينيسيوس. فبالتالي ريال مدريد في دوامة ألونسو يجب أن يخرج منها عشان تلحق على الشيء من هذا الموسم اللي غالبا ما راح تأخذ منه أي شيء. في النهاية البارسا كسب واستحق الفوز في هذه المباراة. كان في أكثر من كرة في نهاية المباراة، لكن هذه ما هي تقييم المباراة كامل. في المباراة البارسا قدم الأداء الأفضل واستحقوا الفوز. مبروك للبارسا.